اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من سياسه بالبلد. يا ترى عامله جاستي جايب لنا ايه نتكلم فيه النهارده؟ يا عم جاستي عامله ايه؟ انا كويس، انت عامل ايه؟ كله بخير والله. يا ترى جايب لنا ايه النهارده؟ احنا عندنا مشكله كبيره. يا ساتر يا ساتر. مجلس الشعب هو بيعمل ايه اصلا؟ ولا النواب بتوعه بيعملوا ايه؟ بص بقى، في الحقيقه كل الناس على مواقع السوشيال ميديا ما عندهمش حاجه غير ان هم بينتقدوا اعضاء مجلس النواب. بس انا برضو ليا وجهه نظر مختلفه. تفتكر اعضاء مجلس النواب كانوا المفروض يعملوا ايه وما عملوش؟ كتير. زي ايه؟ يخدموا الشعب. مش هم ممثلين الشعب، المفروض يخدموا الشعب. بص بقى يا سيدي، اولا دور عضو البرلمان اتغير بعد 2011، تمام؟ ما بقاش هو الدور الخدمي اللي كان بيقوم بيه قبل 2011، تمام كده؟ ازاي؟ بص يا سيدي، ببساطه كده الدوله بعد 2014 او في برلمان 2015 قررت انها تخف الاعباء بتاعه الخدمات منها على عضو مجلس النواب وتخليه يتفرغ لدوره الاساسي وهو التشريع، تمام كده؟ وعشان كده قررت انها تبتدي تعمل مبادرات رئاسيه تبتدي تشتغل بيها علشان تبتدي تسدد احتياجات الناس. طبعا ابرز المبادرات دي كانت مبادره ايه؟ حياه كريمه. هي بدات تهتم بتطوير القرى وبدات تشوف ايه المشاكل اللي ممكن يكون بيواجهها الانسان المصري وتبتدي تشتغل على تطويره. مش بس كده طبعا، زي مثلا برضه برنامج تكافل وكرامه. طبعا احنا كلنا عارفين تكافل وكرامه بيبتدي يساعد الستات في ايه؟ كمان كده المفروض انه الناس او عضو مجلس النواب المفروض ان هو يتفرغ لفكره التشريع. فيا ترى عضو مجلس النواب اللي عن الدايره بتاعتك انت شايف ان هو بيقوم بدوره التشريعي ولا مش بيقوم بدوره التشريعي؟ ما اعرفش، ما شافوش اصلا. ده بقى حاجه مهمه تخلينا نروح في حته ثانيه. انت بتامل او بتطمح بما اننا ان احنا قربنا على مجلس نواب جديد. ايه المواصفات بتاعه عضو مجلس النواب اللي انت نفسك تشوف فيها عضو مجلس النواب عنك؟ عايز شكله عامل ازاي؟ عايز يخدم الشعب، مش هو جاي من الشعب بيمثل الشعب، المفروض يخدم الشعب. برضه يا عم جاستي مفيش حاجه اسمها يخدم الشعب. هو مفيش حد هيقدر يعمل كل الخدمات اللي كانت بتتعمل زمان، ما هو لازم نبتدي نفهمها اكتر من كده. ودي ملهاش علاقه على فكره بان انا موافق على ان عضو مجلس النواب بتاع الدايره بتاعتي ده يكمل او لا، او هو وحش او لا، لكن احنا عايزين نفهم الناس ايه الدور الفعال اللي المفروض يقوم بيه عضو مجلس النواب. اللي هو ايه دوره بقى؟ اللي هو التشريع. هو ايه التشريع اصلا؟ ان هو يشتغل على فكره القوانين، ان هو يراقب اداء الحكومه، لو هو عنده مقترحات يبتدي يقدمها للحكومه علشان الحكومه تبتدي تطور من ادائها. كل الحاجات دي المفروض يشتغل عليها عضو مجلس النواب. فين يا عم جاستي؟ فين؟ هو عندنا مش شغالين اصلا. سبق احنا واضح ان احنا هنحتاج نتكلم في حلقات كتير جدا بما اننا داخلين على انتخابات مجلس النواب. ايه الفرق بين عضو مجلس النواب وعضو المجلس المحلي، وده المفروض يبقى مؤهلاته عامله ازاي، وده المفروض مؤهلاته عامله ازاي. ما تنساش بقى اعمل جس، هنستناك في الموسم الجديد بتاع سياسه بالبلدي باسئله جديده من اهلك وحبايبك، وانتوا كمان هنستنى اسئلتكم تبعتوها لنا على الصفحه في سياسه بالبلدي. ما تنسوش. باي باي. بس بحس اقول كده بلاش كده. انا جاي البرلمان الجاي، اسكت. بص لا مالوش. بص انا هقول لك على حاجه، انا هسوي انت عايزه اعمل ايه؟ عامل ايه؟ كويس يعني ولا عامل ايه؟ بس يا انا كويس يعني ولا ايه؟ عامل ايه ازاي؟ يعني ايه؟ هي بص يا محمود، هي ايوه انا عايز افهم. هي بتقول لي بتسالني اقول لها ايه؟ انا اقول لها ايه؟ اوعى كده بلغت الكون. بلغت ايه؟ القطر معدي. هركبك فوق القطر. اوعى كده بلغت الكون. بص انا كان راكب جوه صح؟ بس يلا اللي هو ونعدل الطرحه. قولي له برضه تاني. ونعدل الطرحه. مفيش فايده. ما قلنا لك ان ده دور المجلس المحلي، وهنحكي لك هو ايه المجلس المحلي المره اللي جايه. لا استنى. قولي له برضه تاني.